الطبق القنبلة فاتح الشهية، انا مسمياه كده. شايفين جماله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة فاتح الشهية، طبق مخلل الطماطم. تحفة، يسد جنب اي اكلة وجنب اي حاجة. شايفين التفاصيل؟ الشكل بس يجوع. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الطريقة بتاعتنا. هضيف في الكبة بتاعتي رستوم كبيرة ومعلقتين كبار هريسة فلفل اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، وهنزل بست قرون من الفلفل الرومي. تقدري تضيفي فلفل حامي حسب الرغبة. هننزل كده بالفلفل الرومي وهنديهم ضربة في الكبة. تمام كده. هجيب البولة بتاعتي وهبتدي انزل بالخليط اللي انا ضربته في الكبة. شكله يفتح النفس. دي كده الكمية بتاعتي، كمية كبيرة على فكرة. هي كفة الطماطم وفاض كمان. تقدري تضيفيها البتنجان مقلي او مخلل بتنجان. هبتدي بقى انزل بليمونة سليمة، عصير ليمونة سليمة، ومعلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من الخل كده ضفناها، معلقة كبيرة من الزيت، وملح، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا. وهنبتدي نقلب الكلام ده كله مع بعضه كده. ريحتها تجنن. شايفين الشكل والتفاصيل؟ هنبتدي بقى نجيب الطماطم بتاعتنا بعد ما هنقلبها كويس جدا كده. هنجيب الطماطم وهنشيل القمع بتاعها اللي هو اللي فوق ده بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا شايله باقي الكميه، عامله باقي الكميه يعني. هبتدي بقى كده اركنها على جنب، ونجيب حبايه الطماطم ونبتدي نقطعها طرنشات كده. مش هنوصل بالسكينه للاخر، مش هنوصل للاخر، هتبقى حلقات زي ما انت شايفه كده. خلاص كده عملت الكميه بتاعتي كلها. هنبتدي بقى نجيب الخلطه الحلوه بتاعتنا ونحشي الطماطم. تنفع بقى جنب كشري، جنب مكرونه، جنب اكله شعبيه، هي تمشي مع كل حاجه. زي ما قلتلكوا دي فاتح شهية. هبتدي كده احشي الطبقات ما بين الطبقات بتاعتي كلها. شايفين ده بيكون الشكل بتاعها. هنعمل واحدة كمان. دي كده واحدة كمان اهي. وهبتدي اعمل باقي الكمية بتاعتي، هحشي باقي كمية الطماطم بتاعتي كده. خلاص حشيت الكمية كلها وشكلها وريحتها تجنن. وفاض من الخلطة قلنا ينفع تضيفيه مع بتنجان مخلل او بتنجان مقلي، مفيش اي مشاكل. شايفين؟ جوعتكم صح؟ اتمنى بقى تجربوها وباذن الله تعجبكم. اشوفكم فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.